يا جماعه والله العظيم اللي بيحصل ده مش معقول ولا متقبل باي شكل. راحه بينا على فين يا دنيا؟ هي وصلت للدرجه دي؟ انت كمسلم بتتفرج عليا دلوقتي لازم تاخد موقف من اللي بيحصل والله، وتشارك الفيديو وتعرف غيرك عشان يبلغ عن القناه والقناه تتقفل باي شكل. بعيد عن المحتوى بتاعي، انا اول ما شفت المحتوى ده او القناه دي قلت انا كواحد بعمل فيديوهات على اليوتيوب وفي ناس بتتفرج عليا اطلع اتكلم على القناه دي، لعل وعسى ممكن تكون خير لينا او في ميزان حسناتنا، لان الموضوع ما يسكتش عليه الصراحه. النهارده يا جماعه لازم نتكلم في موضوع مهم جدا جدا بيمس كل مسلم على وجه الارض. كلنا عارفين ان القران الكريم كلام ربنا ومقدس عندنا كمسلمين، ومفروض يكون له احترام كبير جدا جدا. وللاسف الشديد في قناه على اليوتيوب اسمها اغاني قرانيه بتقدم محتوى غير لائق تماما تماما. القناه دي بتغني القران والله اكبر، وده بالنسبه لينا حاجه صعبه جدا ومش منطقي ان الناس نسكت على الكلام ده. انا هنا النهارده عشان نتكلم في الموضوع ونتحرك كلنا عشان نبلغ عن القناه ونقفلها باي شكل ممكن. كلنا عارفين ان القران الكريم مش اغاني، ده مش كلام عادي، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. لما نيجي نسمع حد بيغني القران ده بيكون تقليل من قيمته واهانه ليه، وانا كمسلم مش ممكن ابدا اقبل بده، ولا حد مننا يقبل انه يتعامل مع كلام الله بالشكل ده. الناس اللي عامله القناه دي محتاجه تفهم ان ده تعدي واضح على ديننا، ولازم يكون في ردة فعل مننا كلنا. السؤال هنا ازاي نتحرك؟ الموضوع بسيط جدا، اي حد يدخل على القناه يعمل ابلاغ ويقول ان المحتوى ده مسيء لديننا، وده اقل حاجه ممكن نعملها، لان احنا كمسلمين لازم ندافع عن ديننا وعن كتابنا باي طريقه ممكنه. في النهايه انا مش هنا عشان اثير الفتنه او هاجم حد، لكن لما الموضوع يوصل لاهانه القران الكريم لازم نقف وقفه واحده، مش لازم نسكت ونتجاهل اللي بيحصل. كلنا نقدر نتحرك ونتكلم ونعمل كلنا بلاغات على القناه عشان تتقفل، لان القران الكريم ما ينفعش نهائي انه يتعامل معاه بالشكل ده. كلنا مع بعض نقدر نوقف المهزله دي. يا ريت تشاركوا الفيديو وتبلغوا عن القناه ونخلي صوتنا مسموع.